محمد قنوع فنان سوري شهير ينتمي لعائلة قنوع الفنية العريقة التي عملت لسنوات طويلة في المسرح. والده هو الفنان الإذاعي والمسرحي الشهير مروان قنوع الذي أسس مع شقيقه الفرقة المسرحية الأخوين قنوع. تربى الفنان محمد قنوع على حب الفن وتقدير المسرح وسط عائلته التي رفضت أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لإصرارهم على أن يأخذ الخبرة الفنية والتقنية على يديهم. البداية الفنية للفنان محمد قنوع كانت عبر مسرح عائلته، ثم اختاره الفنان القدير ياسر العظمة للمشاركة في سلسلة مرايا، حيث كان مسلسل مرايا 95 أولى المسلسلات التي شارك فيها، واستمرت مشاركته في جميع أجزاء السلسلة. في هذا التقرير نستعرض أبرز 10 معلومات عن حياة الفنان السوري محمد قنوع. 1. ولد الفنان محمد قنوع في 26 من أيلول سبتمبر عام 1973 في العاصمة السورية دمشق، لعائلة قنوع الفنية الشهيرة، فوالده هو الفنان المسرحي مروان قنوع الذي عمل مخرجا وممثلا مسرحيا، وكان أحد رواد المسرح والإذاعة في سوريا. 2. جد الفنان محمد قنوع كان عازف ترومبيت، بينما أعمامه هم الفنانين المسرحيين هاشم وعمر وأحمد وعدنان، بالإضافة إلى عم آخر يعمل خطاطا. 3. اشتغل الفنان محمد قنوع في التمثيل، بينما شقيقه المخرج إبراهيم قنوع يعمل مخرجا، وهو ابن عم المخرج الشهير زهير قنوع الذي أخرج مسلسلات دنيا 2015، سيد كاز، كوما. 4. أراد الفنان محمد قنوع أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن العائلة عارضت قراره هذا، كونه لا يحتاج الدراسة الأكاديمية وهو خريج مدرسة قنوع الفنية، فالتحق بالمعهد الفندقي السياحي وتخرج منه. 5. بدأ الفنان محمد قنوع مسيرته الفنية بمشاركة والده مروان قنوع في أعماله الإذاعية، وقد كان في الصف الرابع الابتدائي، واستمر عمله في الإذاعة حتى عام 2014. 6. بالإضافة إلى عمله الإذاعي، شارك قنوع في مسرحيات فرقة الأخوين قنوع، ثم جاءت مشاركته في الدراما التلفزيونية من خلال الفنان القدير ياسر العظمة الذي اختاره للعمل في سلسلة مرايا. 7. بعيدا عن سلسلة مرايا، شارك قنوع في عدد من المسلسلات السورية بأدوار صغيرة، مثل خلف الجدران عام 1995، مدير بالصدفة عام 1996، سفر عام 1998، مزاد علني، أهل وحبايب عام 1999، وتوالت الأعمال. 8. شارك الفنان محمد قنوع في أكثر من 140 مسلسلا، تنوعوا ما بين الكوميديا والتراجيديا وأعمال البيئة الشامية، أشهرهم عربيا مسلسل باب الحارة الذي شارك في أجزائه جميعا بشخصية أبو سليم. 9. قنوع متصالح جدا مع نفسه، ولا يخجل من أن يذكر أن شخصية أبو سليم منذ الجزء العاشر لا تقدم جديدا، لكنه مستمر في تجسيد الشخصية بسبب المردود المادي. 10. الفنان محمد قنوع متزوج من سيدة خارج الوسط الفني لا تحب الأضواء، أنجبت له 4 أبناء، ماسة، مايا، مروان، عدنان، وقد صرح مؤخرا مع الإعلامية رابعة الزيات أنه رغم مشواره الفني الطويل لا يمتلك بيتا في الشام. الحياة الشخصية للفنان محمد قنوع. الفنان محمد قنوع متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني لا تحب الأضواء، أنجبت له 4 أبناء، ماسة، مايا، مروان، عدنان ابنته الكبرى ماسة، شاركت في عدد من المسلسلات عندما كانت طفلة، مثل مسلسلات شهر زمان، بنات العيلة، وعندما كبرت اختارت أن ترتدي الحجاب مثل والدتها، فقررت الابتعاد عن الوسط الفني، كون التمثيل والحجاب يتعارضان، وكذلك فعلت ابنته الثانية مايا. في لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات، صرح قنوع أنه لم يجبر زوجته أو ابنتيه على ارتداء الحجاب، بل أن زوجته لم تكن محجبة وقت زواجهما، واختارت ارتداءه طوعا بعد أشهر من زفافهما، وأكد أن حجاب ابنتيه ماسة ومايا اختيارهما الحر.
في نفس اللقاء صرح قنوع أنه يرى أن الحجاب والتمثيل يتعارضان، مع ذلك لن يمانع في حال أرادت ابنته ماسة أن تدرس وتحترف الإخراج. ومن ناحية أخرى أكد أنه يرفض المشاهد الجريئة تحديدا في التلفزيون، لأنه يدخل منزل كل عائلة بدون استئذان على عكس السينما. كما كشف الفنان محمد قنوع أنه حتى الآن وبعد كل هذا التاريخ الطويل في مجال التمثيل لا يملك بيتا بالشام ولا خارج الشام، لكنه يحرص على أن تتلقى عائلته كل احتياجاتها وأن يدرس أولاده في أحسن المدارس. وتوجهت الإعلامية رابعة الزيات بسؤال لقنوع: شو الفن ما بيطعمي خبز؟ فأجاب: مثل عندكم بيطعمي لناس وناس، في إشارة لتفاوت أجور الفنانين في الوسط الفني.